بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وإن شاء الله تطلع من الفيديو ده تكوني مستفادة فيه وتكوني أستاذة في عمايل الفطير. نيجي بقى للمكونات بتاعتنا يا بنات، سهلة جدا وبسيطة خالص. اي فطير بيتعجن هي دي المكونات بتاعته السهلة البسيطة. عندي كوبايتين دقيق من دي، يبقى كوبايتين دقيق، وعندي نص معلقة سكر ونص معلقة ملح بس. مفيش مكونات اكتر من كده، ولا خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. اول حاجة هعملها اهو، هجيب الدقيق كده، الملح والسكر ادوبه كده مع الدقيقة كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيق بتاعي اي دي انت بتستخدميه بس يكون ليه عرق شويه، ما يبقاش سايح معاكي عشان تقدري تستخدميه. يعني مثلا زمزم، 5 نجوم. اعرف ان الاسماء ديت كويسه. انا بقى انا جايبه الدقيق بتاعي، طحنين غله، وبيبقى اول رقم اول نمره يعني اللي هي العلامه اهو. حطيت ايه بقى؟ يبقى كوبايتين دي حط عليهم كوبايه الا ربع ميه تقريبا، لان بيحتاج حسب العجين. المهم ما تخليش ان العجين يبقى لين معاكي قوي ولا هو. اهم حاجه ما يكونش لين، لو جامد لو لابس هتقدري ان انت تتحكمي فيه اهو. هبتدي ان انا بقى اقلب بايدي طبعا، يعني العجين بصوا الطريقه يعني اللي انا عايزه اديها لك اوصلها لك اهو. ان انا هقلب العجينه بايدي كده اهو، هدوب الميه كده، افضل اعمل كده لحد اما العجينه كلها تلم معايا اهي. طريقه عجنه سهل جدا خالص وبسيط. عايزه تكتري الكميه بتاعتك كتري. هدوب بقى الدقيق كده وبعدين ارجع لك. وبكده حبايبي عجنت العجينه اهو زي ما انتم شايفين، لحد ما هو ساب من ايديا خالص اهو. العجينه ما شاء الله عليها بقت جميله خالص اهيت، ومش طريه. اهم حاجه ما تكونش طريه. ليه؟ عشان ما تكونش طريه عشان اقدر ان انا اتحكم فيها في فردها، ما تتسحش مني وتدوخني. لا، حاولي اي عجين بتعجنيه تخليه ان هو يكون لابس معاكي شويه اهو. هسيبها بقى دلوقتي ترتاح معايا لمده 10 دقايق عشان تسهل معايا في عمليه الفرد. كل ما تسيبي العجينه مرتاحه معاكي كل ما تسهل عمليه الفرد معاك. وهبتدي طبعا اغطيها بطبق بكيسه اي حاجه موجوده عندي. سبت العجينه بتاعتي خمرت شويه اهو زي ما انتم شايفين، سبتها شويه عما غسلت طبقين في الحوض. هجيبها اهو، هجيب الطبق بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاجي بقى اقطع العجينه بتاعتي. اقطعها ازاي؟ بصوا يا حبايبي، بلي ايدك شويه زيت كده عشان ايه؟ تساعد معاكي في التقطيع شويه. خليها صغيره كده قد دايره ايدك اهي، وتقومي جايه قطعه وتقومي جايه حطاها، والتانيه برضك اهي. بس تكوني دهنه الطبق اللي انت بتحطي عليه زيت اهي. موضوع سهل جدا وبسيط خالص ومش متعب. اي عجينه على فكره قطعيه كده بالطريقه دي سهله، حتى لو بتعملي عيش رقاق اي حاجه. بعملها عشان حبيبه قلبي اللي بتقولي يا مرقيه ما بحبش التقطيع خالص. حاجه صغيره قد الليمونه كده تقومي انت جايه قطعه. انا هعملها فطيره واحده ايه، تكون كبيره وخلاص. وبكده يا حبايبي عملتهم اهي، قطعتها اهي زي ما انتم شايفين. هسيبها ترتاح شويه واغطيها طبعا عشان ايه؟ ترتاح معايا بسرعه وتبقى سهله معايا في الفرد، وفي نفس الوقت بيطلع الفطير بتاعك طول ما انت بتريحي العجينه بيطلع معاكي كويس. بعد ما سبت العجينه بتاعتي ارتاحت، هبتدي ان انا احطها اهو. عندي طبق فيه زبده على زيت اهو. هبتدي ان انا انزل العجين كله كده في قلبها كده اهو.
تمام. هاخد بقى اول واحده اللي انا حطيتها اهو وافردها بقى. طبعا الرخام عليها شويه زيت. وافرد بقى، يبقى سهل معايا جدا خالص، ومش هحتاج في نفس الوقت مش هحتاج ان انا هدهنه تاني. هي كده وخلاص، مش هندهن الوش ولا اي حاجه. طول ما العجينه بتتفرد معايا افضل افرد فيها كده لحد ما تتفرد معايا خالص، عشان ايه؟ تبقى رقيقه اهي. حسيت ان هي نشفت مني هبتدي ان انا اعوز ايديا كده. كده خلاص بقت رقيقه معايا خالص اهيت. هبتدي ان انا اشيلها، وكنت عامله واحده تانية هفضل ان انا احط كله فوق بعض كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو لو انقطع منك احنا كده كده هنلم العجينه ديت خالص، مش هيبان القطع بتاعك، مش هيبان القطع معاكي اهو. شلت شويه، كنت مدوبه الزبده كده بايدي. بصوا يا حبايبي، اخر واحده اهيت هعملها معاكم اهي. فردت كل اللي معايا بالطريقه دي كلها. وبكده يا بنات خلصت بقى الاخرانيه. هجيبها برضو واحطها على الباقي اهو. عندي الصاج بتاعه يا بنات. بعد ما خلصت هدهنه بقى معلقه سمنه حلوه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبتدي ان انا اجيب بقى العجينه بتاعتي اللي انا كنت عاملاها. هركن بس الصاج اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. واقوم جايه ايه لمها كلها كده اهي بالطريقه دي. واقوم جايه حطاها في قلب الصاج بتاعي. بس يا حبايبي هسيبها برضو ترتاح معايا شويه كده، عشان ايه الفطير بتاعي يبقى مورق وتتفرد معايا بكل سهوله. هي برضو كانت تتفرد، بس لما اسيبها ترتاح كل لما تخلي العجين يرتاح معاكي يبقى مورق معاكي وحلو. هبتدي بقى. خلاص يا بنات العجينه كده ارتاحت معايا. كنت مغطياها بكيسه عشان ما تنشفش معايا. وهبتدي ان انا افردها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هتتفرد معايا بكل سهوله. انا بقى بطلع كل الهواء اللي موجود في قلب الفطيره. الطريقه دي سهله جدا وبسيطه ومش متعبه ولا حاجه. جربيها ان شاء الله باذن الله وهتعجبك. وبعدين بقى بعد ما فردها كده هدخلها على الفرن. هدخلها على الفرن ازاي؟ لازم تعلي لها الفرن من فوق ومن تحت
عشان تقب معاكي مره واحده وتبقى كويس. لكن انت لو هديت عليها الفرن هتبقى مصمله معاكي كده ومش هتبقى كويسه، ولو هتبقى ناشفه. وبكده يا بنات خلصت الفطيره اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا ادخلها الفرن بتاعي زي ما قلت لكم، هعلي من فوق واعلي من تحت. ده لو في فرن بوتاجاز، حتى لو فرن تاني بس تكوني مسهضه الفرن قبلها عشان تبقى الفطيره معاكي ما تصملش جوه. لو انت حطيتها على طول كده هتلاقيها مش قبت معاكي مره واحده. لا لا، تسخني الفرن لمده 10 دقائق 5 دقائق كده، وبعدين دخلي الفطيره. انا ادخل الفطيره وبعدين ارجع لكم ان شاء الله. حلوه خالص خالص. بصوا حبايبي، الوش بتاعك لو طلع ناشف معاكي بخاخه ميه ورش على الوش وغطيه، هتبقى طريه معاكي وجميله جدا. ان انا اقطعها معاكم يا بنات واوريها لكم. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله عليها، جميله جدا جدا جدا. انا بصراحه كنت ابني محمد عايز ياكل فطير بالليل ويقول لي يا ماما اعملي لي فطير، فقمت الساعه 5. دلوقتي هو لسه نايم، اما يصحى بقى اقول له خدي يا حبيبي الفطير اللي انا عملته لك اهو. اهو بصوا حبايبي قد ايه ان الفطيره بتاعتي مورقه خالص اهي. شوفوا كل توريقه بالتوريقه بتاعتي. ما شاء الله، شوفوا كميه الفطير بتاعتي رقيقه خالص وجميله، وما شاء الله عليها جميله جدا ومستويه. و مش عارفه اقول لكم ايه. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، واسيبكم في رعايه الله. وما تنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. واهم حاجه اعملي لايك، بالله عليك اعملي لايك، عشان انا بتعب والله صاحي من الساعه 5. وانا لو بعمل فطيره، يعني انا لو بعمل الفطيره ديت عندي في البيت مش هتاخد مني ثواني، لكن عشان التصوير بحس ان هو بياخد وقت مني قوي. واتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، واسيبكم في رعايه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.